السلام عليكم الاخوه الكرام. هذا الفيديو حلقه جديده من قناتكم مش ام ان شاء الله. في الفيديو نتكلم على جديد ميركاتو الرجاء البيضاوي، ولكن قبل ما نبدا الاخوه الكرام ما تنساوش انكم تدعمون المحتوى ديالنا بالابوني والجيم والبارطاج وتشاركونا في التعليق باش دائما توصلوا بالجديد ديالنا. وما نطولش عليكم، يلا نبداو الاخوان في التفاصيل تاع الحلقه. اذا كما كتعرفوا الاخوان ان فريق الرجاء الرياضي يدخل في مفاوضات جاده وقويه مع الظهير الايسر امين خماس. اللاعب اللي راكم تشوفوه في الصورة أمين خماس ظهير أيسر، يعني الرجاء الرياضي دخلت معاه في المفاوضات الرسمية باش أنها تجيبو قبل انتهاء الميركاتو الشتوي اللي تم التمديد ديالو، يعني حتى ل31 من الشهر. بطبيعة الحال عادي تغلق الميركاتو، تم التمديد لفترة الميركاتو، وبالتالي الرجاء بغات تستغل الفرصة وتجيب امين خماس اللاعب اللي راكم تشوفوه في الصوره باش انه يعزز الصفوف تاع فريق الرجاء الرياضي، لان لاعب بالعمري كما كتعرفوا فراه مشى من فريق الرجاء الرياضي لفريق الاهلي المصري، وبالتالي الرجاء راه عازمه باش تجيب هذا اللاعب. مفاوضات مع هذا اللاعب متقدمه ان شاء الله العلي العظيم. راه مشات الامور كما راه باغيها فريق الرجاء الرياضي، فيقدر اللاعب يتواجد في الدار البيضاء في اي دقيقه ويخوض واحد الامتحان تجريبي مع لاعبي فريق الرجاء، وإلا عجبهم بطبيعة الحال يوقعوا معاه قبل نهاية الميركاتو الشتوي. إلى حدوث الساعة ما كايناش حاجة رسمية كتقول أن اللاعب غادي يوقع في كشوفات الرجاء الرياضي، ولكن المفاوضات مع اللاعب فهي مفاوضات جادة وقوية، والإدارة الرجاء يعني كتفاوض بجدية مع اللاعب. وان شاء الله من يكون شي حاجه جديده غادي نعلمكم بطبيعه الحال الاخوان الكرام في هذه القناه ديالنا، قناه الماتش ام ا بطبيعه الحال. اذا الاخوه الكرام وصلنا لنهايه حل الفيديو اللي كان خفيف ظريف تكلمنا على جديد ميركاتو الرجاء. ما تنساوش الاخوان انكم تدعموا القناه بالابوني والجيم والبارطاج وتشاركونا في التعليق باش اولا المحتوى ديالنا يكبر والعائله ديالنا تكبر، وديما نجيب لكم الاخبار وما نطولش عليكم. السلام عليكم الاخوان.